لنتصور للحظة أن أحد المرقين العقاريين باع على المخطط شققا ومحلات لمواطنين، واستلم من بعضهم دفعة مالية، وبعضهم الآخر سدد ثمن شقته أو محله بالكامل. وعندما حان وقت تسليم هذه الشقق والمحلات، تراجع المرقي عن تعهداته وادعى أن هذه المحلات والشقق ستباع لهيئة عمومية. بكل تأكيد سيتهم هذا المرقي بالنصب والاحتيال، وسيقع تحت طائلة المتابعة الجزائية، وهو ما حصل في عديد ولايات الوطن، حيث باع بعض المرقين الوهم للمواطنين، وبعضهم باع المحل الواحد أو الشقة الواحدة لعدة مواطنين، ونجح البعض في الفرار خارج الوطن، فيما كان السجن مصير البقية. عند l'UMPI 699 logements في وهران à côté de boulevard des Lions اللي بناهم حسناوي. بعتهم لنا l'UMPI. هذه شركة وطنية، وهذه الشركة وطنية كنا دايرين فيها فريمون كونفيونس، ورانا دايرين فيها كونفيونس jusqu'ici باسكو en fait دفعنا ديجا عندهم 2 versements، وهذو les 2 versements c'était 2022. En 2022, je ne me rappelle pas la date exactement. Et le deuxième versement, c'était mars 2024. Et Galouna, le projet, Inch'Allah, il commence octobre ou décembre 2024. Là, on est mois d'août. On fait les finitions. On a vu les projets, on a vu les aouladna, farhanin ou gars. En fait, ils nous ont désigné l'étage, le bloc, ça et وراونا gars وين خادين كل واحد وين خادي يشري. ça يتخيلنا روحنا أنا ساكنين. Enfin. Finalement, il y avait un problème. Il y avait un problème avec apparemment une entité publique et franchement, là, je ne sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire parce que si c'était un entrepreneur, voilà, un gouloub vraiment, c'est un escroc, il nous a fait ci, il nous a fait ça. Mais là, c'est quand même un pays, شركة وطنية. أنا اللي مخلوع، franchement اللي مخلوع. Et أنا نقول comment ça se fait qu'une شركة وطنية, elle peut faire un truc comme ça. Elle le vend à une entité publique pour وتخلينا حنايا. Le pire c'est que دفعنا دراهمنا وخدموا بدراهمنا. Ça fait on a financé le projet. ودروك en fait سكنا مين financer le projet et tu achètes سكنا واجدة, c'est pas pareil. Et franchement on est très déçus parce que le pays on a fait confiance parce que شركة وطنية ماشي بنادم, هذا ماشي واحد. هذه الشركة يحكم فيها كاين نظام, كاين هيرارشي. franchement je comprends pas. هذا الميساج ان شاء الله درناه باش نصلحوا الامور ان شاء الله, وان شاء الله يوصل مام حتى عند البريزيدون ان شاء الله, وربي يوفقنا ان شاء الله. السلام عليكم. الى هنا يمكن ان نقول بان قطاع الترقية العقارية، خاصة ما يتعلق ببعض المرقين الخواص، يحتاج الى اعادة هيكلة وتقنين لحماية المكتتبين من كل اشكال التلاعب والنصب والاحتيال. لكن الطامة الكبرى هي حين نجد مكتتبين ضحايا مؤسسة عقارية عمومية أنجزت مشروعاً في إطار الترقوي الحر واستلمت الأموال من المكتتبين، وعند قرب انتهاء المشروع فاجأتهم بأنها تراجعت عن بيعهم شقق ومحلات المشروع. ويتعلق الأمر هنا بالمؤسسة الوطنية للترقية العقارية OMPI للجهة الغربية بوهران، التي فاجأت مكتتبيها الشرعيين في إطار مشروعها الترقوي الحر 699 وحدة سكنية الكائن بنهج الأسود في بير الجير بقرار تراجعها عن بيعهم السكنات والمحلات التجارية التي دفعوا ثمنها أو غالبية أقساطها بذريعة أنها ستبيعها لمؤسسة عمومية. ولم تكتفي هذه المؤسسة بإخطارهم شفهيا بقرارها، بل حاولت إرغامهم على التنازل عن الاستفادة، مقترحة تبديل استفادتهم في مواقع أخرى، علما هنا أن العديد من المكتتبين هم من الإطارات والأطباء وأصحاب المهن الحرة. اضطر بعضهم إلى بيع ممتلكاته ومجوهرات زوجته لتسديد ثمن الشقة أو المحل بغية
فتح عيادة أو مكتب مهني أو ضمان إقامة لعائلته التي أنهكتها تكاليف الكراء. لكن الصدمة كانت قوية عند تبليغهم شفهيا شهر مارس الماضي بقرار المؤسسة الوطنية للترقية العقارية EMPI للجهة الغربية بوهران بالتراجع عن إتمام عملية البيع. عديد المكتتبين صرحوا لنا بأن ما حصل معهم يستوجب تدخل كل الجهات المعنية لوضع حد لهذا الظلم والتعسف من طرف مؤسسة عقارية عمومية استغلت أموالهم لتجسيد مشروعها المذكور، واليوم ترفض حتى تبليغهم كتابيا بهذا القرار الغريب، بل وترفض حتى استلام الأقساط المالية المتبقية، كما هو ظاهر من تصريحات هذا المواطن. فإن ما حز في نفسه هو أنه وضع ثقته في مؤسسة عمومية ظنا منه أنها لن تتلاعب بمصيره وأنها ستحقق حلمه، لكن وللأسف يجد نفسه اليوم في وضع مبهم وضبابي. غالبية المكتتبين الذين اتصلوا بموقع الرأي الجزائري يناشدون رئيس الجمهورية التدخل لحمايتهم وصون كرامتهم وحفظ حقوقهم، بخاصة أن الأمر يتعلق بمؤسسة عقارية عمومية تخضع لوصاية وزارة السكن، وبحسبهم دائما أنه على وزير السكن أن يتدخل بشكل عاجل لحل هذا الإشكال الذي يشكل مساسا خطيرا بحقوق المواطن، والذي قد يهز الثقة حتى في المؤسسات العمومية التي من المفروض أنها في خدمة المواطن بالدرجة الأولى.